السلام عليكم جميعا، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. فيديو نهار اليوم فيه وصفتين. الوصفه الاولى هي عجه المرقاز او النقانق، والوصفه الثانيه هي سيزر سالاد بمكونات متوازنه وذوق رائع جدا. بالنسبه للوصفه الاولى، اول حاجه نقوم بها هي تقطيع المرقاز وحبات تاع النقانق بهذا الشكل، يعني على 2 ولا على 3 على حسب الحبه تاعك. نبداو نقليوها طبعا بدون اضافه اي نوع من الزيوت، لانه المرقاز راح يطلق الزيت نتاعو، الدسم نتاعو. كي نكمل كي يتحمر من الجهتين، ماشي يطيب كومبليتوم، يتحمر فقط. نبدا نقطع الفلفل. انا كانوا عندي 3 الوان، درت 3 الوان، نصف حبه من كل لون، ودرت حبه بصل مقطع شرائح، 2 حبات ثوم. نقليها ولا ندبلها في نفس الزيت اللي كنت قليت فيه الحبات تاع المرقاز تاعي. نقلبها جيدا، نزيد لها التوابل اللي هي فلفل احمر، فلفل اسود، ثوم، قزبر، ثوم بودر طبعا، وكميه قليله من الملح لانه المرقاز فيه الملح كما على بالكم جميعا. بعد ذلك كي بداو يذبالوا نزيد لها شويه تاع صلصه طماطم، ولا ما عندكش رحي لها نص حبه طماطم ولا حبه كامله اللي كانت صغيره. كي يلحق الفلفل تاعي نص طياب، نعاود نرجع له الحبه تاع المرقاز ونقص للنار كومبليتوم، تكون نار هادئه جدا. كي يطيب كلش الخضار تاعنا والحبه تاع النقانق كومبليتوم يطيبوا 100%، نحط حبات البيض تاعي بهذه الطريقه ونخليها على نار هادئه جدا، لو مينيموم ابتي فو، باش هذاك البيض يبدا يشد روحو. من فوق نحب انا نزيد له الزعتر، تعجبني الريحه تاعها. تقدري تزيدي دبشه ولا معنوس، تقدري تزيدي تربيه فيها فرomاج. هي الوصفه الاصليه ما فيهاش فرomاج، اللي كان حبيتي ديروها على جال الاولاد يا كان سوسي. بالنسبه للوصفه الثانيه نحتاج سلطه مقطعه هكذا شرائح كبار، نحتاج قطعه من الخبز المحمص التوست بان ديمي، نحتاج ايضا نصف حبه تفاح مقشره ومقطعه. التفاح تقدري تستغني عليه، انا نحب نخلط التفاح مع الصالي يمد نكو اكيليبري. ونحتاج ربع صدر دجاج نكون حمصته من قبل فوق نار قويه جدا باش تدي هذا اللون الاحمر هكذا. نقطعوا شرائح ايضا ونحطه في الوسط، ولا نحطه بطريقه عشوائيه. بعد ذلك نضيف لاصوص تاعي، واش فيها 2 غروند كويير تاع زبادي ولا فرomاج بلون، وفيها 1 كويير تاع مايونيز، قرص، زيت زيتون، فلفل اسود وملح. نخلط جيدا ونزيدها فوق لا سالاد سيزر تاعي. صراحه طبق متكامل غني. اصحاب الريجيم ايضا يقدروا يستخدموه، فقط يستغنوا على المايونيز في لاصوص. ان شاء الله يكونوا يعجبوكم الوصفات وتكونوا استفدتوا منهم وتستفادوا منهم. الى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.